بيبدأ الفيلم في مستشفى الأمراض العقلية مع الدكتور رالف اللي بيحقق مع دكتورة التجميل جين المتهمة بقتل 4 أشخاص من 2 في عيادتها، وإنه في شخص مجهول بلغ عن الجريمة، والشرطة لما وصلت لقت جين مضروبة في صدرها بالرصاص ومغمى عليها، والمسدس اللي اتقتل بيه 4 أشخاص في إيد الممرض، والمحكمة حولتها للمستشفى عشان تتأكد من قواها العقلية. هو بيقول لها إن ده ملف أخوها سبستيان اللي اتقتل من 2 وإنه له علاقة بالجريمة اللي حصلت، وبتطلب منه جين إنه يفك إيديها عشان تقرأ ملف القضية، فبيفكها. وبيحكي الملف عن أخوها سبستيان كان في بار وقتلوا قاتل مأجور بسبب إنه مديون ليهم، وبيقول الدكتور إن القاتل المأجور لسه ما اتقبضش عليه، وبنعرف إن القاتل ده اسمه فرانكي. بعد مقتل سبستيان أخو جين راح اتخبى في أوضة في فندق، وبيمر الوقت وفي يوم بيجي زعيم عصابة اسمه جون على أوضة فرانكي ومعاه رجالته، وبيطلب جون من فرانكي إنه هو يقتل رجل أعمال صيني بيقرفه في شغله، وبيديه مبلغ مالي. فبياخد فرانكي الفلوس وبيتأكد منها، وبيديه موعد تنفيذ العملية وبيسيبه ويمشي. بعدها بيخبي الفلوس، وتاني يوم فرانكي بيروح بار وبيتعرف على بنت اسمها جوني وبيقضي معاها اليوم. بعدها بياخد رقمها، وبعدها بيجي جون لفرانكي وبيقول له ان في شخص دفع كتير عشان يقتله، وهو وافق، وبيشاور جون لرجالته عشان يقتلوا فرانكي. لكن فرانكي بيطلع مسدسه وبيقتل واحد منهم، فبيتحرك الراجل التاني بسرعة وبيضرب فرانكي وبيغمى عليه، وبيفوق فرانكي على سرير وبيلاقي وشه وراسه مربوطين بالشاش. فبيشيل فرانكي الشاش وبيبص في المراية وبينصدم من تغيير شكله وتحوله البنت، وبيشوف صورة على الجدار قبل العملية، وبيلاقي صندوق جواه علبتين دواء وجهاز تسجيل. فبيشغله فرانكي وبيسمع صوت جين بتقول له ان هي الدكتورة اللي عملت له العملية ولازم يشكرها لانها رجعته احلى ست في وشها وجسمها كله، وانه في ناس بيدفعوا كتير عشان يوصلوا للنتيجة دي. وبتقول له ان هو لازم ياخد الدواء اللي سابته له عشان الهرمونات اللي بتحافظ على جسمه الجديد، وبتقول له انها سابت له فلوس وملابس نسائية، وانها عملت فيه كده عشان تنتقم منه لما قتل اخوها من 2. وبيدور في الشنطة وبيلاقي صور اخوها وبيفتكر لما قتله، وبيتعصب فرانكي وبيصرخ وبيضرب بالكراسي، وبيجي صاحب الفندق بيتريق عليه وبيتحرش بيه وبيطرده فرانكي. بعدها بيهدى وبياخد الدواء وبيفكر يعمل ايه عشان ينتقم من الدكتورة. بعدها بينزل لكاشير الفندق وبيسرق كل الفلوس اللي فيه عشان ينتقم من صاحب الفندق. وبيجي صاحب الفندق وبيشوف فرانكي وهو بيسرق الفلوس، فبيهجم عليه عشان يضربه، لكن فرانكي بيضرب صاحب الفندق وبيقتله. وبعدها فرانكي بيمشي من الفندق وهو حافي، وبعد شوية بيوصل في الفندق اللي كان عايش فيه، وبيدخل على موظفة الاستقبال وبيحاول يفكرها بنفسه، فبتتعرف عليه وبتنصدم من شكله الجديد، وبتطلعه لغرفته وبيلاقيها كلها مقلوبة، وبتقول له في رجالة دخلوا وبيدوروا وبيكسروا، وبتسيبه وبتمشي. وبيبدأ فرانكي يدور على مسدساته لكن بيلاقيها اتسرقت، وبيروح يدور على فلوسه فبيلاقيها، وبيلاقي رقم تليفون جوني وبتصل بيها عشان يتقابلوا. قاعد يستناها وبتقابله وبيعرف انها بتشتغل ممرضة، فبتستغرب من شكله لانه تحول جنسيا. فبيقول لها انه في عصابة بتلاحقه كده غير من شكله، وبيطلب منها انه تسكن معاه مقابل مبلغ. فبتوافق جوني لكن من غير مقابل، وبيسأل رالف جين ليه بتشتغل من غير ترخيص قانوني، فبتقول ان بسبب غيرة الدكاترة زمايلها لفقوا لها قضية عشان يخلصوا منها، وخسرت رخصتها القانونية وقررت انها تشتغل من غير رخصة، وأسعدت ناس كتير بفضل عملياتها الناجحة. فبيسألها ليه ما سددتش ديون أخوها بدل ما يتعرض للقتل، وقالت له إنها ادته فلوس كتير لكن بيضيعهم على المخدرات، وقررت إنها توقف. وبيقول لها إن الشرطة دورت على اسم فرانكي في السجلات لكن ملوش أثر، وإنها اخترعت قصة فرانكي عشان تنقذ نفسها من الجريمة اللي حصلت في عيادتها. فبتتعصب جين وبتتخانق معاه لأنه ما صدقهاش، فبيمسكها وبيبعدها عنه. وهنا فرانكي بيشتري مسدسات من معارفه وبيعرف عناوين رجالة جون، وبيروح للمطعم ويقتل واحد منهم، وبعدها بيروح على حي وبيقتل 2 من رجالة جون. وبيروح فرانكي لدكتور تجميل عشان يرجعه راجل زي الأول، وبيقول له الدكتور مستحيل أي دكتور يرجعك راجل تاني. والدكتور رالف بيروح لجين في الزنزانة عشان يكلمها، لكن جين بتعتذر منه وبتطلب منه يحدد لها جلسة مع القاضي عشان هتعترف بكل حاجة. وفي الجلسة قالت جين انها مش هتجاوب على اي سؤال، وبيتفاجئ فرانك وان ملهاش علاقة بالضحايا اللي في عيادتها، وانها عملت عملية تجميل لقاتل مأجور اسمه فرانكي، وده عشان تنتقم لاخوها سبستيان اللي هو قتله. وبتطلب ان هي ترجع تاني زنزانتها. وبيروح فرانكي لشركة جون وبيقتل رجالته كلهم. بعدها فرانكي بياخد جون على المخزن وبيكتفه وبيفكره بنفسه، وبيطلب منه يحكي له على كل اللي حصل.
وبيعرف فرانكي من جون ان في دكتورة دفعت له فلوس كتير جدا، وده في المقابل ان هو يجيب لها اشخاص كتير تعمل عليهم تجاربها، وانه بيشتغل مع الدكتورة دي فترة طويلة لحد ما في يوم طلبت منه يجيب لها فرانكي بالتحديد، ودفعت لجون مبلغ كبير. فبيسأله فرانكي عن اسم الدكتورة أو عنوانها، فبيقول له يسأل صاحبته جوني، فبيفهم إن جوني جاسوس عليه، فبيتعصب في فرانكي وبيقتل جون وبيمشي، وبعدها بيروح على شقة جوني وبيفضل مستنيها لحد ما بترجع من شغلها. وأول ما جوني بتوصل فرانكي بيقول لها إن هو عرف كل حاجة من جون، وبتعترف له إن هي عملت كده عشان هم هددوها بالقتل. فبيسألها فرانكي على علاقتها بالدكتورة جين، فبتقول له إن هي كانت على علاقة بألبرت المساعد بتاع الدكتورة جين، وفي يوم ألبرت طلب منها تجيب له شوية أدوية من المستشفى من غير روشتة، ودفع بالمقابل فلوس كتير. وبتقول جوني ان هي اكتشفت ان الدكتورة جين هي اللي بتدفع كل الفلوس دي، وده لان شغلها غير قانوني، وان جين عملت صفقة مع جوني وطلبت منها تتعرف عليه وتقرب منه عشان تقدر تراقب كل تحركاته. وهنا فرانك بيكون نفسه يقتل جوني لكنه ما بيقدرش يعمل كده الا انه هو بيحبها، فبيخليها تتصل بألبرت وتطلب تقابله في عيادة جين. وبالليل فرانكي بيتنكر في لبس بنات الليل وبيروح على عيادة جين. اول ما بيدخل فرانكي للعيادة بيرفع مسدسه في وش ألبرت، لكن فرانكي بيتفاجئ بثلاث رجاله ماسكينه وبيحقنوا ألبرت بمخدر في رقبته. فبيفهم فرانكي ان جوني خانته وحذرت ألبرت، وبيغيب فرانكي عن الوعي. وبعد شويه بيفوق فرانكي وبيلاقي نفسه متكتف، وبتدخل عليه جين ومعها رجالتها وبتقرب منه، بتشيل الباروكه من على شعره وبتقول له ان هي هتعمل له عمليه تانية، وبتوعده ان هو هيتفاجئ بشكله الجديد بعد العمليه، وبتسيبه وبتمشي. وبعد كام ساعه ألبرت والدكتوره جين بيدخلوا الاوضه على فرانكي، ولما بدأوا يفكوه عشان العمليه فرانكي بيطلع المسدس وبيقتلهم وبيهرب ألبرت وبيمسكوا فرانكي وبيقتله. وبتقف جين قدامه ومشرط في ايديها بعد ما اتأكدت ان الرصاص خلص عنده، فبيطلع فرانكي رصاصة كان مخبيها في كعب جزمته وهو بيحطها في المسدس وبيضرب جين بالنار في صدرها. وبعدها بيحط المشرط اللي بيكون غرقان دم في ايد ألبرت وهو بيحط له المسدس في ايده التانية. وبعدها بيشيل فرانكي بصماتهم للمكان كله وهو بيخرج للشارع، وبيتصل بالشرطة من تليفون عمومي وبيبلغ عن الحادثة. وبيدخل الدكتور على جين وبيقول لها انه كتب تقرير ان هي مذنبة، ده غير ان القاضي مش مقتنع بكلامها اللي هي قالته في جلسة الاستماع، علشان كده هيتم محاكمتها قريب. فبتقول له ان هي هتجيب محاميين كبار وهتقدر تثبت براءتها. بعدها بنشوف جين في البانيو بتطلع ايديها وبنشوف ان صوابعها مقطوعة لان فرانك انتقم منها عشان ما تقدرش تعمل عمليات تجميل تاني، وده هيعذبها طول عمرها. وهنا بيخلص الفيلم. لو عجبك ما تنساش اللايك، وعشان تشوف ملخصات اكتر ما تنساش تشترك في قناة مامو أفلام.